لكن قصة فيها وفاء، قصة فيها جمال، بساطة. هذا واحد من الحايل، الرجل هذا يقول قبل 50 سنة أو والله قبل مو ب50 أقل حدود الأربعينات. القصة الظاهر حدثت 1405 هجري. يقول خواتي يدرسون في مدينة حايل في الكلية وأنا في الثانوي، وحنا بيننا وبين مدينة حايل مسافة مثل ما تقول 60 كيلو. فأقوم الفجر ونفطر أما قرص جمري ولا رغفان ولا لبن وحليب اللي هو موجود. يقول الرفاهية اللي موجودة ما عرفنا شيء، بس قرصان، ما عرف شيء في الفطور غير هذا، والغداء مثله هم عيش، والعشاء مرقوق. وحنا على قوت 1405 6 كنا في تونا ساكنين لنا بيوت. اخذ خواتي ونجي الحايل وامر الكلية وانزلهن واطلع انا للثانوي. انا اطلع قبلهن، فاذا جيت اشوف زحمات عند الكلية ادور لي ام عمارة ولا شيء واستظل فيها الين يحين موعد خروج خواتي. يقول هذا طريقتي. يقول يوم جاء ذاك اليوم وانا اوقف لي تحت هاك العمارة، يقول عمارة في دورين واجي لي في ظلالها. يقول وافتح الدرايش معي كراسيدة واشغل الاخبار، باقي ساعة على ظهور خواتي من الكلية. يقول انا جنبي دريشة واشوف ستارة تحرك في هالدريشة. يقول انا ناظر ما انتبهت يعني وش اللي في هالدريشة، لكن والله تفضل ما ادري هالدريشة ستارتها مرة تسكر مرة تفتح. يقول يوم شفت خواتي طالعات من الكلية وانا قرب السيارة عندهن واركبهم معي واروح لحاي اروح لديرتي. يقول اليوم الثاني كذا، الثالث، الرابع. يقول اذا صرت ابكر اقعد تحت العمارة، يقول هي ظلالها علي. يقول يوم جاء ذاك اليوم وتجيني هاك البنية ويا اخوها ويجلسون اضحك وياهم ويلعبون معي ومدري ايش، مصارية من الجنسية المصرية الله يمسي عليهم بالخير. يقولوا واضحك انا وياهم يوم اخذت شوي، ويجي الولد ولا معه شيء اول مرة يشوفه، معه مثل الرغيف مدور ومنفوخ. يقول يعطيني اياه، قال تفضل. يقول يوم شميت ريحته لا والله شيء اول مرة اشمه، كليجة يمكن واول مرة. يقول وانا افتحه ولم لغمط فيه جميع ما شفت في حياتي ولا له ريحة زينة. ايوه. يقول وانا عرفت انه للاكل. سلاح. يقول وانا اكله ولا والله ألذ خبزة اكلها في حياتي، ما ادري ايش بطنها من الاشياء اللي فيها. يقول يا استانست وانبسطت واشوف خواتي يطلعوا واخذهن واروح اوديهن. يوم دخلت قالت امي الغداء، قلت لا والله ماني بحول الغداء الحمد لله شكر الله شبعان ماكل منفوخ. قالت امي في الولد فيه بلا اليوم ما يبي عيش للعاده هو اول ما. يقولوا اليوم الثاني كذلك وارجع. يقول صرت ابكر بالعمد بشوف هالخبزه تكرر ولا لا. اليوم الثالث، اليوم الرابع. يقول صرت في الاسبوع مره مرتين وهالعيين يضحكون معي وانا اضحك معهم. صفيه ومحمد، البنيه اسمها صفيه والوليد اسمه محمد، وانا مستانس انا وياهم. وكل ما على قولت يومين ثلاثه طقوني بهالخبزه، وهالخبزه ما شاء الله تبارك. الى الان انا ما ادري وش هالخبزه وش فيها، ما ادري. انا متعود على رغفان الوالده وعلى مراصيها. يقول سبحان الله تخرج الخواتي وانا الحمد لله شكر الله مرت السنين 20 25 سنه. يقول فتح الله علي وصار عندي تجاره وصار عندي خير. يقول نسيت الامور هذه كلها، ويعطوني طال عمرك عندي مؤسسه في يزن اروح اجيبها من مصر. يقول واجي مصر واسكن لي في هاك العماره وابدا في ترتيب مقابله الموظفين اللي بيجون عندي. يقول يوم نزلت ذاك اليوم مع العماره ولا هاك الرجال اللي معه عربيه ويبيع فيها. يقول يوم التفت واذكر محمد وصفيه طعم الوفاء. لا الله اكبر. لقيت الخبزه اللي يعطوني اياها في السياره قبل 25 سنه تباع سندويش فلافل مع باذنجان وبطاطس وخس، يبيعها راعي العربيه
ويطلع في طعم السندويش اللي كان يعطوني اياه قبل 25 سنه. قلت حلاله من يلقاها، اقول في نفسي ما حد يدري عني، حلاله من يلقاهم. يقول وانا ادبر يقول اتصل على واحد من اخوياي في حايل، قلت رح له العماره الفلانيه وانشد لي عن رجال ساكن فيها الشقه، ترى دريشته تطل على مواقف الكليه، وان جبت لي ترى منك اللي تبي. يقول خوي ياخذ سيارته ويروح ويجي لها العماره، ولا والله فيها مكتب عقاري فيها هكا الشايب، سلم عليه قال يا فلان، قال نعم، قال انا موصى في رجال له 25 سنه ساكن في هالشقه وعنده بنت اسمها صفيه وليدنا. يقول يعطيني المعلومات، اعطيته المكتب، قال يا ولدي والله واجد اللي يسكنون يروحون، لكن فيه سوداني ساكن في العماره من بنيناها هو اللي بيعطيك المعلومات. يقول وانا اروح له السوداني واطق الباب عليه ولا حواجبه بيض على عيونه، سلام يا زول كيف الحال؟ قال الله يحييك. قلت انا جارك المصري قبل 20 و 25 سنه، وين تعرف عن شيء؟ قال ابو فلان. قلت نعم ابو محمد. قال والله هذا ظاهر نزل مصر قبل 10 سنوات الله يمسيه بالخير. قلت عندك العنوان؟ قال والله عندي اسم المدينه واللي المحافظه اللي فيه واسم القريه واسمك كامل، وربما انك تستدل على. قلت عطني اياها. يقول واخذ انا المعلومات واتصل براي حايل واعطيه اياه. اللي يقول انا يوم جاتني المعلومات هذه وانا اخلص اموري ويصير عندي ذاك اليوم فراغ واركب مع راعي سياره واروح لهالمنطقه. يقول جيت المنطقه، يوم جيت هذا قريه بدائيه، ما هي قريه يعني فوق المستوى القريه، فيها بيتات، واتلمس لي هكا الشايب واساله قلت يا فلان؟ قال نعم. قلت في شخص اشتغل في السعوديه قبل 25 سنه وهذا وضع وهذا وضع، عنده بنت اسمها كذا وعنده ولد. يقول اعطيه المعلومات اللي عندي. قال هذاك بيته. يا الله. يقول وانا اجي للبيت مرتبك، يعني ما ادري وش اقول. يقول يوم جيت بيت شعبي بسيط واطق الباب وادخل، يقول يوم دخلت وترد تفتح لي هكا المرأة الكبيرة هذه أمهم، أنا تراني ما أعرف ولا شفت ولا عليها لحم وسمينة المرأة هو. سلام عليكم السلام، تفضل تفضل. قلت قد اشتغلتم في السعودية؟ قالت لي والله قد اشتغل ابونا في حائل ورحنا معاه الله يمسيها بالخير. يقول ديرة كرم وديرة خير وأيام حلوة ما تنسى تقولها. قالوا انا طقطق من عند عيال؟ قالت عندي صفيه ومحمد غيرهم. قالت ما في غيرهم شيء. صفيه وينها؟ قال صفيه متزوجه وعندها الزوجها. ومحمد؟ قلت محمد عند يشتغل في منجره او شيء زي كذا. واخباركم؟ قالت انت مين؟ انا ما عرفتك، انا فاكره جيراننا كل ابوهم الا انت. قلت ما تذكرين واحد اللي يوقف تحت دريشتكم وترسلي له مع صفيه ومحمد سندويش فلافل؟ قالت هو انت؟ قالت انا خايفه منك. قال شلون خايفه مني؟ قالت انا اطل عليك واشوف اللي قاعد تحت هالعماره، قلت وش يبي منه؟ واسكر الدريشه واسكر الستاير، خايفه منك. لما شفتك تروح تاخذ خواتك وتاخذ الحريم اللي معاك وتمشي عرفت انك ما فيش خوف منك، فانا اشوفك تلعب مع الاولاد ارسل لك طعميه سندويش. قال لي والله اللي جابتني هالطعميه جابتني لك. قالت ليه قامت؟ قال والله انا يا اختي من اجمل ما اكلت سندويش هالطعميه اللي انت تعطيني اياه وانا ما ادري عنه. كنا ناكل قرصان وغرفان وفيها زينه، لكن هذه غيرت نمط عيشتي، شيء جديد. اي نعم، ولها طعم ولها لذه. قالت والله يا ابني هذه من محبه، انا مسويتها مثل ما اسويها لعيالي. قال وانا والله ما جابني الا هالسندويش اللي طعمه في فمي الى الان خلاني اجيت. المرأة رحبت به على قولة القايل، لو يقول والله دثرتهم. سألت عن الأبو قالت الأبو متوفي. يقول قلت شو أجازيهم فيه؟ أنا الحمد لله بخير وفاتحنا الله عليه. يقول وأسلم جاء محمد وجت صفية ويعرفوني وأعرفهم ويصير بيننا وبينهم ضحك وساعة صدر وأذكرهم بالسيارة. المهم جاء في بالي ويوم شفت وضعهم وظروفهم المادية يقول واشتري عمارة جنب بيتهم، عمارة توها حليوة فيها شقق، واعطي لهم شقة والبنت شقة لها وزوجها والولاد محمد شقة، واخليهم مسؤولين عن هالعمارة يستحصلون اجاراتها ويشرفونها، وامشي للام راتب الى الان وراتب الام يمشي. الله اكبر. طعم هالفلافل يا اخوان
خلها الرجال سبحانه وتعالى قبل من 25 سنة وهو في فقر وفي ظروف إن الله المستعان، ترجعه وتجي في مصر وتخليه يفتكر الناس. الوفاء من طبع الكرام، الوفاء من طبع الرجال، الوفاء من طبع الناس اللي فيها خير. أسأل الله العلي العظيم أن ينفع بهذه القصة وجزاكم الله عني كل خير. اللهم امين. ترى المخرج يقول كل يوم بجيب طعمية.